السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدف النجم محمد صلاح في اثيوبيا، الهدف الاول لمنتخب مصر من ضربة جزاء بعد ما عرقل مدافع اثيوبيا النجم تريزيجيه في داخل منطقة الجزاء. محمد صلاح بيسجل الهدف الاول للمنتخب المصري عشان يوصل للهدف رقم 159 في مسيرته، على بعد 10 أهداف بس عشان يحطم الرقم القياسي للنجم حسام حسن هداف الدوري الكبير لمنتخب مصر. وده هدف تريزيجيه الهدف الثاني للمنتخب المصري بعد ما شاط زيزو الكرة واصطدمت في يد مدافع اثيوبيا. منتخب مصر بالتوفيق ان شاء الله في كأس العالم.